ناس كتير فاكرة إن السلام الداخلي يعني إنك دايما هادي، وإن دماغك فاضية، وإن مفيش حاجة بتهزك. بس خليني أقولك الحقيقة، ده مش واقعي. إحنا بشر، في أيام بنصحى تقال تعبانين ومود مش متظبط، وفي لحظات الأفكار بتيجي فجأة زي سحابة سودة بتغطي النور اللي جواك. حتى الناس اللي شكلها هادي بيعدي عليها عواصف، ساعات بهدوء وساعات بعنف. القوة الحقيقية مش إنك تدرك العاصفة، ولا إنك تمثل إنها مش موجودة، ولا إنك تقول لنفسك أنا لازم أكون أقوى. القوة إنك تقعد مع نفسك وتتقبل اللي حاسس بيه، وتسمع اللي جواك من غير ما تحول الإحساس ده لعركة. السلام مش إن الدنيا تهدى، السلام إنك تفضل حاضر، حتى وإنت متلخبط، حتى وإنت تعبان، وحتى وإنت مش فاهم كل حاجة. في الأيام اللي طاقتك فيها قليلة، ما تضغطش على نفسك، قلل كلامك وقلل تفكيرك، وما تحكمش على نفسك، وما تستعجلش تصلح كل حاجة. اتنفس بالراحة وخد خطوة لورا. الدنيا مش هتطير، العاصفة مش جاية تكسرك، هي جاية تقولك حاجة، يمكن جاية تقولك إنك تعبت ومحتاج تريح. خلي بالك، السلام الداخلي مش حالة بتوصل لها وبتخلص، ده مكان بترجع له كل مرة بتختار تكون صادق وموجود مع نفسك. ربنا معاك.